السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ووصفة جديدة. هنعمل مع بعض صينية البطاطس بالفراخ في الفرن. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. لو ما جربتيش الطريقة دي جربيها وهتعتمديها على طول في كل الوصفات بتاعة صينية البطاطس. طبعا عملنا قبل كده في القناة وصفات كتير جدا لصينية البطاطس، كل واحدة اروع من التانية. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. اهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. طبعا لو كنتم مش مشتركين شيروا بقى الفيديو لاصحابكم عشان يوصل لعدد كبير من المتابعين، وكومنت حلو لو الفيديو بتاعي عجبكم. شايفين البطاطس دايبه جدا جدا والفراخ لونها رهيب، رهيب جدا جدا. كمان من غير بقى طماطم، ويعني ما فيهاش طماطم كتير ولا اي حاجه. طريقتها رهيبه، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا ندخل على الوصفه. معايا كده اول حاجه بصلتين، ممكن تستخدمي بصله كبيره. هابتدي ان انا اقطعها لشرايح رفيعة زي الجوليان كده. هقطع البصلتين بنفس الشكل، ويفضل ان احنا نقطعها بشرايح حجم رفيع علشان هتدينا طعم احلى طبعا. وكمان عشان اللي ما بيحبش طعم البصل قوي في الوصفة، هتبقى مختفية كده شوية ومش هتظهر قوي. يعني حجم البصلة طبعا لما بيكون صغير مش هيبقى ظاهر قوي في الوصفة. بعد ما بخلص بقى تقطيع كده البصل، هبتدي ان انا افضيها كده في الصينية اللي احنا هنشتغل فيها على طول وهندخلها الفرن. هبتدي بعد كده ان انا بقى اتبل البصل ده تتبيلة بسيطة جدا جدا، بس بتدي طعم حلو قوي للبطاطس. هحط اول حاجة كده نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة، نص معلقة من الكاري، نص معلقة من بهارات الفراخ او البهارات السبعة، معلقة كده صغيرة من البابريكا. وكمان هحط كده ورقتين لوري. لو عندك الورق اللوري مطحون وهو والحبهان هتضيفي كده حوالي نص معلقة صغيرة. ضفت كمان معلقة كبيرة من الملح. سوري، معلقة ونص كبيرة من الملح. هبتدي بقى ان انا ادعك كل المكونات دي كويس جدا جدا كده لحد ما ريحة كل البهارات تطلع. انا عايزة كل البصل يتغلف كويس قوي بالبهارات. طبعا الخطوة دي بتدينا نتيجة حلوة قوي. هضيف كده طماطمايه مبشوره ومنزوعه القشر. طبعا اختياري، ممكن تستغني عنها بس انا حبيت ان انا اضيفها في الوصفه. معايا هنا فرخه مقطعاها 4 ارباع. طبعا ممكن تقطعيها ل8 قطع على حسب ما انت حابه. اهم حاجه ان غسلينها طبعا كويس جدا جدا ومصفينها من الميه. وبعدين هبتدي بقى ان انا ادخل كده الفلفل البصل ده جوه كده الجلد بتاع الفراخ، وكمان في الفرخه هتبلها بقى كويس جدا جدا. هجيب بقى كمان، انا كنت نسيت ان انا اضيف فلفل، فهبتدي ان انا اضيف كده. انا ضفت فلفل الوان، ممكن بقى تستغني عن الفلفل الالوان، ممكن تضيفي فلفل اخضر او فلفل حار. طبعا اللي بيحبوا الحاجه حاره هتدي طعم للبطاطس وريحه حلوه جدا جدا. انا يعني ما بستغناش عن الفلفل عموما في صينيه البطاطس، بحس ان هو بيغير طعمها وبيوديها لحته تانية خالص. جربوها لو انتوا ما بتحطوها، لو ما بتحطوش الفلفل في صينيه البطاطس جربوه هيعجبكم قوي. مقطعه بقى بطاطس وقطعتها لشرايح حجمها رفيع علشان عندي البطاطس بتاخد وقت في السوا. طبعا لو انتوا في مصر فالبطاطس ما بتاخدش وقت خالص في السوا، فممكن تقطعيها لمكعبات وسط. برضو تبلتها بقى كويس جدا جدا مع البصل كده. بس اهم حاجة بقى ان احنا هنوزع كده البطاطس دي تحت كده في الصينية من تحت، ومن على الوش هنبتدي ان احنا نرص قطع الفراخ. بعد كده هجيب ميه عاديه خالص من الحنفيه، اي حاجه يعني يعني مش مغليه. وهبتدي ان انا احطها في الصينيه. انا ضفت حوالي نص كوبايه كده من الميه ووزعتها كويس جدا في الصينيه، بس علشان الخضار ما ينشفش معي. طبعا ممكن برضو تستغني عنها، هو نص كوبايه كده بسيطه من الميه، صغيره يعني من الميه. هجيب بقى ورق زبدة، وكمان ورق فويل كده اللي هو الورق القصدير، وهغطي بقى الصينية كويس جدا جدا وادخلها على فرن عالي او نص ساعة، وبعدين بوطي النار. خدت معايا حوالي ساعة وكانت استوت وكانت تحفة جدا. طبعا وده على حسب الفرن بتاعك، يعني ممكن تاخد معاكي ساعة الا ربع وتكون جاهزة معاكي. بعد ما بتأكد ان هي استوت بشغل عليها الشواية كده شوية علشان تديني اللون الرهيب ده. ببتدي بالفرشة امسح كده من الصوص اللي نازل، وامسح الفراخ كده
علشان تديني لون حلو قوي كده، وما استخدمناش ولا اي دهون في الوصفة ولا زيوت ولا اي حاجة، وطلعت لنا الصينية الجميلة دي. الفراخ شكلها قمر كده، وطعمها كمان حلو قوي. جربوها وهتعجبكم جدا جدا، وكمان هتعتمدوها دايما في وصفاتكم وكمان في العزومات. طريقة بسيطة وما خدتش مننا غير 5 دقايق، طلعت لنا الصينية القمر دي. طبعا عملت قبل كده معاكم الرز بالشعرية، فلو حابينه في فيديو منفصل لوحده قولولي في الكومنتات، وان شاء الله هعمله لكم في اقرب وقت. قدموها بقى مع رز حبة وحبة، رز ابيض على حسب ما انتوا حابين. ممكن بقى تغمسوها كده بالعيش، هي في كل الحالات هتطلع طعمها رهيب. هوريكم بصوا البطاطس مستوية ازاي، وهوريكم كمان الفراخ دايبة جدا جدا. انا اكتر حاجة بتعجبني في الفراخ عموما ان انا الاقي الفرخة كده من على الوش او الجلد بتاعها ان هو يكون مقرمش كده، حتى لو احنا مش هناكله بس يبقى مقرمش كده. ده بحس ان الفرخة اتعملت بطريقة كويسة وكمان طعمها حلو. جربوا الوصفة دي وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وكمان ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو كنتم مش مشتركين. واشوفكم بقى في فيديو جديد، ومع السلامة.